ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض غدا بسيط كده، الاولاد طالبينه مني. هنعمل جلاش بالكبد والقوانص، يا رب يعجبكم. هنا بعد ما كنت شاريه كبد وقوانص، انا كان عندي كبد وقوانص بتاعه الفراخ بحطها في كيس، وبعد كده بقى بستخدمها في جلاش، بعملها كده في سندوتشات للعيال. هنا بقى معانا قطعنا القنص والكبد والقلب. هنبدا بقى نجيب الليمونه اللي شفتوها دي، هنشقها ونعصرها على الكبده. الكبده بيبقى فيها زفاره شويه عن القنص. هنا بقى جبنا حله حطينا فيها معلقتين زيت ونزلنا عليهم بالقنص، لان القنص بتعوز تستوي اكتر من الكبده، بتاخد سوا اكتر. فشوحناها كده وما خدت لون وبدات تخش في السوا، هنميلها في جنب وننزل عليها بالكبده. هنبدا بقى نشوح الكبده كده، اول ما تاخد لون من تحت هنقوم مقلبينها. ما ينساش بقى نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وندعي لاخواتنا في فلسطين وفي لبنان وكل الدول العربيه، يا رب ربنا ينصرهم يا رب. هنا بقى كانت خدت لون اهي، قلبناها. هنسيبها بقى لما تاخد صدمة من جنبين وتغير لون خالص. هنا بقى خلاص كده هنقلبهم مع بعض، كانت خدت لون. هننزل هنا بقى بنص معلقة توم مفروم او معلقة صغيرة. هننزل بفلفل اسمر وحبة كمون وحبة ملح. هنا هو رشة فلفل. هنديهم بقى تقليبة ونسيبهم كده الفلفل يتشوح مع التوم مع الكبد والقوانص. هنا بقى بقولكوش الريحه بتبقى في حته ثانيه بقى، تشويحه الكبده مع الثوم مع الفلفل الاسمر بتبقى التشويحه في حته ثانيه خالص. معايا هنا بصله مفرومه، كنت في اليوم ده فرمه بصل ودي باقيه معايا عشان كده حطيتها، انما انا بقطع بصل شرايح جوليان وبحطه عليها. هنا برضو انا قطعت بصلايه جوليان وحطيتها، بس هي ما جاتش في التصوير. معانا هنا طماطمايه او طماطمتين متقطعين مكعبات على حسب الكميه، وقرن فلفل وقرن شطه حامي على حسب الرغبه. هننزل عليهم كده بالكبد، سوري مش بالكبد، بالخضار. واخده دور برد بقى والدنيا بايظه معايا. نقلبهم بقى كده وهنبدا نحط رشه فلفل، وهنحط الملح ورشه كمون برضو مع الكبد والقوانص تبقى حلوه قوي. هنا حطينا الملح، وهنحط هنا بوريكم، وهنحط رشه 7 بهارات، وهنقلبهم ونغطي عليهم بقى ونسيبهم يستوي. هنهدي النار وسط، لو احتاجت ميه هنحط لها عادي معلقتين 3 ميه لحد ما تستوي. هنا بقى هنجيب السرفيس بتاعنا، هندوه دهنة دي سمنة مسيحاها، سمنة بلدي على زيت ذرة. هنبدأ ندهن السرفيس بتاعنا وننزل بقى بطبقات الجلاش زي ما انتوا شايفين كده. ما بين يعني مش هدهن ما بين كل راق وراق، كل راقين هبدأ ادهن سمنة، لان ده طبعا احنا هنسقيه، مش زي الجلاش الحلو بنسقي كل راق، انما ده بنسقيه. فهنا ما بين كل راقين هندهن رشة سمنة ورشة زيت. هنا جبنا بقى الكبد والقوانص كده حطيناها في النص، وطبعا الجبنه دي اختياري. معانا هنا ميكس جبن الحمد، هنديلها كده رشه، طبعا بتدي الطعم، يعني بتعزز الطعم اكتر، يعني اختياري طبعا. هنبدا بقى كده خلاص نكون خلصناه. هنبدا بقى هنا نقطعه عشان نسقيه، وهندهن وشه بالسمنه والزيت اللي احنا عملناهم مع بعض. جبنا هنا نص كوبايه لبن او كوبايه الا ربع، حطينا عليها بيضه وملح وفلفل، وهنضربهم لحد ما يندمجوا مع بعض والبيض ما يبقاش باين. هنبدأ بقى نسقي الخليط بتاعنا، ولو عايز تسقي شوربة برضو مفيش مشكلة، بس انا ما كانش عندي شوربة. هنحط بقى في الفرن على نار عالية فوق وتحت. هنا بقى سامعين طبعا صوت الخرفشة. هنبدأ بقى نعيد على التقطيعة اللي احنا قطعناها. هنا بقى مقرمش من بره وطري من جوه وطعمه بألف هنا، كان جميل جدا. لو وصلتي بقى لحد هنا ما تنسيش تدعمينا باللايك الجميل، وتعملوا لنا شير عشان القناة تكبر بكم. هنا بقى هوريكم دلوقتي من جوه والجبنه بتمط. طبعا هو سخن جدا، طعم بقى في حته تانية خالص. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وكومنت وسبسكرايب، وهنا من تحت واخد اللون. واستنونا في فيديو جديد مع مطبخ سومة.